السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم وعلينا يا رب. انا النهاردة عملت لهم مشويات العيد بس بطريقة حضرموت. زي ما انتم شايفين كده عملت كل حاجة موجودة في الصينية اللي بتبقى موجودة بالألوفات. عملتها على قد الايد، هي طبعا مش على قد الايد خالص يا جماعة، خالص يعني. بس اهو الحاجات الحمد لله موجودة عندي في البيت، فحاولت ان انا اعمل على قد ما اقدر مكوناتها زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله اللهم بارك. الحاجة يعني ايه، معمولة بكل حب. عملنا الكفتة، بس من جوه جوسي عاملة ازاي. وكمان عملنا الطرب واللحمة، كله بقى زي ما انتم شايفين اهو، الحمام والرز وكله موجود. يلا نخش بقى نشوف عملتها ازاي. انا مش عاملة التفاصيل او مش قايلة الطريقة بالظبط، بس يعني شوية تفاصيل كده بعملها معاكم. يلا نخش على الفيديو ونشوف عملنا الحاجات دي ازاي. هنا بقى عملت ايه، حطيت بهارات الكبسة واللومي والقرفة والقرنفل والحبهان والكركم ومعلقة سمنة كبيرة، وابتديت ان انا احمر اللحمة بتاعتي واديتها وش او قلبتها من الناحية التانية، وبعد كده هديها وش من الناحية التانية دي كمان، وهنزل عليها بالمية المغلية وهحط لها بصلاية وطماطماية وهسلقها عادي خالص. بس طبعا مش هحطها بالمية بتاعتها، كل ما تحتاج معايا مية هديها كده. وادي الممبار غسلته وقطعته، وادي كمان الخلطة الحشوة. هبتدي بقى اشحن، هبتدي احشي الممبار وهسلقه. هنا بقى عندي الفراخ انا متبلاها من امبارح، هحطها بقى في الاير فراير، هشويها في الاير فراير. ودي حاجة تكون راحت من على قلبي. ادي الحمام خلص، حشيته وابتدي اسويه بقى. ادي الكفتة وادي الطرب او المنديل، هبتدي بقى ايه اصبعها وايه احطها في قلب المنديل ونعمل الطرب كمان. وادي الطرب لفيته بالمنديل. وكمان معايا هنا كفتة هعملها بقى من غير، دي كفتة برغل، هعملها من غير المنديل عشان لو محدش بيحب طعم المنديل او الطرب يحب ايه يلاقي البديل بتاعها. ومعنى اصح يعني هي بتبقى موجودة في الصينية بتاعت حضرموت. وادي السجق هبتدي اشويه في الاير فراير. وادي الرز البسمتي اللي عملته وسقيته، وهستنى بقى لما يستوي ونشوف هنعمل ايه تاني. مفضلش معايا بقى دلوقتي غير ان انا احمر الحمام والممبار وكده يبقى خلاص خلصنا كل حاجه. وكمان ما نسيناش السلطات، السلطه الخضراء وسلطه الطحينه والدقوس على الارض. وادي صينيه حضرموت عنتر، ولا تقولوا لي بقى حضرموت ولا شيخ المندي. معانا الكفته والطرب، وادي اللحمه المندي، كمان السجق والممبار، الفراخ المشويه والحمام المحشي، والرز البسمتي فرشه تحت. ايه رايكم بقى؟ فيش يسلم ايدي، تقولوا لي سلام ايدك يا ام كريم.